مساء الخير، عاملين ايه؟ جعانه وملكش نفس لاي حاجه؟ طب يا قمر، لو عندك شويه دقيق في التلاجة قومي طلعيهم وشوف انا هقولك هنعمل ايه. بصي الفطيره القمر دي عملتها باقل من ربع كيلو من الدقيق. شايفه؟ ايه رايك بقى؟ مش هتاخد معاكي نص ساعه. بطلي كسل ويا ريت تقومي تعمليها. بصي الشكل. بصي التوريقه. بصي مورقه ازاي. ايه رايك؟ بصي لسه طافيه عليها حالا. بصي الدخانه طالعه منها ازاي وريحتها مفحفحه في كل الشقه. بصي عملتها للعشاء، ما خدتش في ايدي نص ساعه وكانت خلصانه. وبصي بالشكل اللي انت شايفاه ده باقل من ربع كيلو من الدقيق بس، ما عملتش فيها اي حاجه تاني. عايزه بقى تعرفي الطريقه؟ تابعي معايا الفيديو. بصي بقى يا عسل، بص دول لقيت شويه دي عندي في التلاجة. طلعتهم ورشيت عليهم حبه ملح صغيرين ومعلقه سكر. بس كده، وهتعجني العجينه بتاعتك بميه بس. اهي هتنزلي بالميه تدريجيا كده لغايه ما العجينه تلم معاكي. بص اهي، مش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود. هتقومي تتشجعي وهتعمليها لاولادك. اهي بصي العجينه ابتدت تلم معانا. هتفضلي تعجني فيها كده لغايه ما ايدك تفك من التلزيق. اهي، ولو احتاجت رشه دقيق بسيطه اديها. اهي بصي، اهي لمت معانا بالطريقه اللي انت شايفاها دي. خلاص كده يا قمر. هنجيبي بقى في كفه ايدك شويه زيت. بصي وحطي عليها، غطي كل العجينه بتاعتك بشويه الزيت دول. خلاص يا عسل. خلاص هسيبها بقى ترتاح. بص اهي، سبتها ترتاح ربع ساعة وبص بقت ملمسها عامل ازاي، ناعمة وطرية. بصي كأنها ملبن. هتجيبها بقى يا عسل هنا وهتفرديها على الرخامة بتاعتك، وهتفضلي ايه، تفردي فيها كده بايديكي. اهي لغاية ما هتفرد معاكي. بصي دي معنى ان هي بتفرد معاكي كده. بصي معنى كده ان العجينة ناجحة 100%. هتفردي شوية بايديكي شوية بالنشابة، المهم تفرديها بأي ايه حاجة معاكي. بص اهي هتفرد معانا. شايفين بتفرد معانا بسهوله ازاي؟ معنى كده ان العجينه كويسه ومرتاحه وناجحه معانا. بصي بتفرد ازاي بكل سهوله. اهي هتبداي تفردي بقى فيها كده بالطريقه اللي انت شايفاها دي يا عسل. خلاص اهي تفرد معانا زي ما انت ما شايفه. اها، صلوا على النبي يا جماعه. خلاص اهي هتبداي تفردي فيها. بصي اهي شايفه بمط فيها. بصي كانها، بصي يعني لبانه يا جماعه والله. بصي ايه رايك بقى؟ بصي بتفرد معايا بكل سهوله ازاي. معنى كده ان العجينه بتاعتك ناجحه وارتاحت وخدت ايه الارتياح بتاعها في العجن. بصي اهي، ايه رايك؟ اهي بصي فردناها على قد ما نقدر. خلاص كده. خلاص اهي اتفردت معانا كويس جدا بالطريقه اللي انت شايفاها دي. اهي، اهي بصي دي فطيره يا جماعه عملتها باقل من ربع كيلو دقيق. خلاص يا عسل. هنجيب بقى هنا سمنه بايديكي، مش بحاجه غير ايديكي، بايدك انت اللي هتاكلي بايدك، محدش هياكل معاكي. بصي اهي هتوزعي كل السمن على الفطيره. اهي شايفاها. تمام. هنبدا نتني في الفطيره بتاعتنا كده اهو بالطريقه اللي انت شايفاها دي. اهي وهناخد برضو لحس من السمن وهننزل عليها. اهي شايفه. بص بقى هندلع الفطيره بتاعتنا شويه. لقيت حتتين جبنه رومي عندي في الفليز في التلاجة، فطلعتهم بشرتهم. بص اهم. عايزه بقى تقفلي على كده ساده، قفليها ما يجراش اي حاجه. عندك اي حاجه للحشو احشيها، ما عندكيش هتبقى شغاله معاكي. بص انا لقيتهم فقلت ايه، ندي حط بقى فيها شويه الجبن اللي انت شايفاهم دول. انا مش مكتره عشان هم دول اللي لقيتهم عندي. خلاص هتقفلي بقى الفطيره بتاعتك اهي. هتقفليها كده اهو. مع كل تقفيله كده رشه سمنه بسيطه. اهي يا عسل. اهي بسم الله اهو زي ما انت ما شايفه. بسم الله ما شاء الله عليها. بص العجينه. خلاص هتبداي بقى تقفليها من كل الجناب عشان الجبنه ما تطلعش منها. هتبططي كده فيها عشان الجبنة كمان تتوزع، وتقفلي في اي حاجة مفتحة فيها عشان الجبنة ما تخرجش منها. خلاص هتقفليها بقى بالشكل ده عشان هنعملها كورة. اهي بصي هنبدأ نلم في العجينة بتاعتنا بالمنظر ده. اهي لمي كده بايديكي بايديكي اهي زي ما انت ما شايفة. اهي عملت معانا كورة. اهي خلاص. اهي خلصت الفطيرة بتاعتنا يا جماعة. بصي بقى يا عسل، هتجيبي معاكي هنا الايه
الصينيه بتاعتك اللي انت هتخبزي بيها فيها الفطيره، هتحطي شويه سمنه كده صغيرين مش كتير. خلاص. وهتبداي ايه تبططي في الفطيره بتاعتك، هتفرديها في الصينيه بايديكي اهي. بصي بسم الله زي ما انتم ما شايفين كده، فطيره للعشاء، ممكن تنفع للغدا اهي. بصي زي ما انت ما شايفاها، ما خدتش معايا اي وقت. بطلي كسل وقررت تقومي تعمليها اهي. بص دخلتها الفرن، بصوا الشكل ابتدت تنفش معانا، شايفين منظرها؟ ويا ريت تشموا الريحه اللي انا شماها والله. ايه رايكم بقى؟ بص المنظر اهي، حمرت معانا زي ما انت ما شايفه اهي. بص خرجتها من الفرن، بص وريحه وطعم، وما خدتش اي وقت ولا مجهود، باقل من ربع كيلو من الدقيق. ايه رايك بقى يا قمر؟ لو عجبك الفيديو يا ريت تشتركي في القناه، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. سلام يا قمر.